أغنية لسه فاكر لكوكب الشرق أم كلثوم كانت هتغنيها فايزة أحمد، لكن إزاي وليه راحت لأم كلثوم ده اللي هنعرفه حالا. ويشرفني أولا انضمامكم للقناة ونكمل حبايب. أغنية لسه فاكر لأم كلثوم اللي كتب كلماتها الشاعر عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. تم تقديمها لأول مرة في حفل أم كلثوم بسينما أوبرا بالقاهرة في يناير 1960. وعن إزاي وصلت الأغنية وكانت من نصيب أم كلثوم. كان الأستاذ محمد حسن الشجاعي مستشار مراقب للموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية، وكان رئيس للجنة الاستماع للأغاني، وكانت الست أم كلثوم عضو رسمي ثم شرفيا تستشار في النصوص والألحان والأصوات. ففي مرة حضرت للإذاعة ومرت على محمد حسن الشجاعي في مكتبه، وشافت قدامه بعض النصوص فأخدت ورقة من النصوص دي وقريتها مرة واثنين وثلاثة. وسألت أم كلثوم الشجاعي عن صاحب النص فقال لها، وبعدين قالت له مين اللي مكلف بالتلحين والغناء؟ فقال لها الموجي وفايزة أحمد. سألته تم تكليفهم رسمي؟ فقال لها ده مجرد تفكير فيهم لكن محدش كلفهم بحاجة. فسحبت الورقة وقالت له خلاص مفيش داعي حد يقول لهم وهفهمك بعدين. ففهم الشجاع ان هي معجبة بالنص وانها خدت الورقة وانصرفت. وبعد ايام معدودة طلبت ام كلثوم من الشجاع ان هو يتصل بصاحب النص ويقول له على ميعاد معين يقابلها في الفيلا بتاعتها. وطبعا كانت محددة يوم وساعة لمقابلته وعشان تشوف كمان إذا كان الوقت ده يناسبه ولا لا. وفي اليوم الموعود دخل صاحب النص وهو الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى من باب الفيلا الخارجي، وشاف أم كلثوم واقفة في انتظاره على السلم وفي ايدها اغنيته وترفع ايديها متهللة، وقالت له الاغنية دي ما تخرش المية يا عبد الفتاح. وهكذا ولدت لسه فاكر، وبدأ من هنا التعاون الفني بينهما. وطبعا عرضت الكلمات على الموسيقار الكبير رياض السنباطي ليعجب بالمقطع الأول من الأغنية ودندنه على عوده. وفورا طلب السنباطي من الشاعر ان يقابله ومعاه باقي النص. وتنبهر أم كلثوم طبعا من الكلمات ومن اللحن العظيم، وأخذ اللحن ده من رياض السنباطي 45 يوم كاملين. ربنا يرحمهم جميعا ويرحم جميع فنان الزمن الجميل. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.